اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنشوف طبعا اسعار الخضار النهارده في سوق العبور، وهنشوف اسعار البصل واسعار البطاطس. فتابعوا معنا الفيديو للنهاية علشان نشوف الاسعار ونعرف اخر اخبار سوق العبور للجملة. اهم حاجة يا جماعة دعمكم للقناة باللايك والاشتراك في القناة. طبعا كل ما تتفاعل مع القناة اليوتيوب لوحده تاني يوم بيعرض لك الفيديو اللي بنرفعه يوميا. بنرفع كل يوم فيديو واتنين وتلاتة لأسعار الخضار في سوق العبور، يعني في فيديوهات طويلة وفي فيديوهات قصيرة. بنرفع طبعا علشان نفيدكم ونفيد المزارع ونفيد التاجر، ده الهدف طبعا من نشر الفيديوهات. التفاعل يا جماعة زي ما قلنا، اللايك والاشتراك في القناة. أسعار البامية النهاردة في بامية يا جماعة من 30 جنيه لحد 35 جنيه، طبعا حسب الجودة بتاعتها. البامية من 35 دي اللي هي البامية الحمراء يا جماعة. الفلفل الرومي النهاردة في من 8 جنيه لحد 10 جنيه، وطبعا في جودات أقل من كده. الشطة الخضراء في من 8 جنيه لحد 9 جنيه في الشطة الخضراء. طبعا احنا بنعرض أقل جودة وأعلى جودة. في بقى اللي بيبقى هالة خالص بتبقى أسعاره قليلة عن كده خالص. فلفل الشطة يا جماعة في من 5 جنيه لحد 6 جنيه. الشطة الحمراء فيها من 15 جنيه لحد 16 جنيه. البتنجان الرومي في يعني من جنيه ونص لحد 2 جنيه ونص في البتنجان الرومي، طبعا أسعاره منخفضة جدا. البتنجان العروس في من 4 جنيه لحد 4 جنيه ونص و5 جنيه. اسعار الكوسه يا جماعه في سوق العبور فيها من 6 جنيه لحد 7 جنيه، وطبعا في كوسه اعلى جوده يا جماعه لحد 10 جنيه. دي طبعا اسعار الجمله في سوق العبور، فما تقارنش اسعار الجمله باسعار التجزئه. نشوف بقى اسعار البطاطس. طبعا البطاطس اسعارها شدة اليومين دول يا جماعه. اسعار البطاطس الكارة طبعا فيها من 13 ونص لحد 14 جنيه، 14 جنيه الا ربع، اللي هي ارض سمراء. تبريد يا جماعة. احد متابعينا سألنا على البطاطس التلاجات، طبعا هي اسعارها منخفضة عن التبريد وعن البطاطس التحمير طبعا. يعني هتلاقي فيه من 10 جنيه لحد 11 جنيه، واقل جودة ممكن تلاقي 9 ونص. يعني اسعارها منخفضة شوية عن التبريد. طبعا في بطاطس ممكن تلاقيها لحد 15 جنيه و16 جنيه، بس دي التايسون يا جماعة، يعني الفاخر يعتبر اعلى جودة. البطاطس السبونتا طبعا فيها لحد 14 جنيه اللي هي ارض سمراء، وفي بطاطس سبونتا لحد 13 جنيه اللي هي الجبلي. اسعار البصل في سوق العبور. طبعا البصل يا جماعة يعني كان طبعا في الطالع على طول، وابتدى ان هو ينخفض بعد وقف التصدير، ولكن ابتدى يشد تاني واستقر على كده في من 18 جنيه لحد 19 جنيه ونص في البصل الاحمر في الجودة العالية. في بصل اقل جودة يا جماعة اللي هو الفرز في من 15 جنيه لحد 17 جنيه في البصل الفرز. طيب في بصل اللي هو البيكلز يا جماعة في من 13 جنيه لحد 14 جنيه، وده طبعا يعني بيبقى حباية رفيعة خالص. طبعا أغلبية الناس عارفة الكلام ده كله، ولكن الأسعار زي ما شفتوها بتاعة سوق العبور دي الأسعار الحقيقية لسوق العبور للجملة. شكرا لكل من اشترك وعمل لايك للفيديو.